بسملة اللي ما كملتش 18 سنة كانت السبب في إن الأم وجوزها عصام يتعادموا. قبل ما نحكي نصلي على النبي. عن أم سماح، أم عندها 40 سنة، كانت متجوزة ومخلفة بنتين وعايشين في الصعيد. جوزها ما بيشتغلش، ما بيصرفش، وحالتهم المادية تحت خط الصفر. وسماح كان عندها طموح، بتسمع عن القاهرة وإن في ناس كتير بتروح القاهرة من قرايبها وربنا بيفتحها عليهم وبينزلوا على القاهرة، وده بيحصل في أواخر سنة 2018. تسكن في حتة شعبية وسعرها رخيص، تقدر تدفع الإيجار. فضلت تدور، لقيت شقة أوضتين وصالة في بيت قديم في منطقة اسمها أبو قتادة في بولاق الدكرور، محافظة الجيزة. تنزل الأم تدور على شغل عشان تعيش بناتها. سماح جاية من الصعيد، فاكرة إن الحياة سهلة في القاهرة. بتتعرف على سامية جارتها، بتحكي لها قصتها، فسامية بتقول لها أنا ممكن أساعدك في الشغل، فبتخليها تكلم حد ياخدها تنظف له شقة، تمسح سلم. وفضلت السنة ماشية كده لحد شهر 6 2018. سماح حست إن الحياة صعبة مش زي ما كانت متصورة، خصوصا إن معاها بنتين صبايا. في شهر 6 2018 اتعرفت على واحد اسمه عصام. عصام ده فهمها إن مراته اتطلقت وسابت له العيال، وهو بيدور على واحدة يتجوزها تكون ظروفها شبه ظروفه، ولو عندها عيال مش مشكلة، أهو يربي عيالهم مع بعض. وعصام بيعرض على سماح الجواز، سماح بتوافق، أهو يبقى سند ليها ويساعدها هي وبناتها. وفعلا سماح بتتجوز عصام، لكن بيروح يعيش معاهم في الشقة اللي أوضتين اللي في مبنى قديم، اللي عندها 2 صبايا. ازاي تدخل عليهم واحد غريب؟ البنات اتضايقوا، بس امهم اقنعتهم ان هو سند ليهم وان هم محدش، مش لهم حد في المنطقه، وده راجل ويضل راجل ولا يضل حيط. فالبنات وافقوا بس متضايقين. اول اسبوع بعد الجواز بسمله واختها لاحظوا ان عصام بيشرب مخدرات، بيشرب ايس في الصاله، هي الشقه كلها ايه، فهم شايفينه. وبعد ما بيشرب اخلاقه بتتغير، فالبنات اتخانقوا معاه، ما يصحش كده، احنا مش متعودين على كده. وحكوا وقالوا لمامتهم، فمامتهم زعقت له، ازاي تاخد مخدرات قدام البنات، احنا جايبينك ان انت تبقى سند لينا. عصام اعتذر لسماح وقال لها دي اخر مره ومش اخر مره، وسماح سامحته. عصام لازم نعرف ان هو سوابق ومدمن، يعني ولا في اخلاق ولا في مبادئ ولا في رجوله من اساسه. يفكر عصام ازاي يخلي سماح ام البنات تخضع له ومش تقدر تتكلم معاه. علمها شرب المخدرات، ابتدت تاخد ايس هي كمان. وما خدت ايس ابتدت تهمل في حق بناتها وفي حق شغلها، ما عادتش بتروح تخدم عند حد ولا قادرة تشتغل ولا قادرة تعمل اي حاجة. ابتدى هو يتحرش ببسملة، بسملة اللي ما كملتش 18 سنة. بسملة بتشتكي لمامتها سماح، كانت سماح عندها لسه ذرة ضمير. زعقت لعصام وهددته ان هي هتطرده من الشقه. عصام قال لها لا خلاص، ده تحت تأثير المخدر، وانت عارفه الايس بيعمل ايه، وانا مش كده، وانا بحبهم زي بناتي وانا بحميهم. سماح صدقته، عملت ان هي مصدقاه، لكن عصام ما شالش بسمله من دماغه. عصام الدنيا ما هديتش عنده، هو سكت شويه. بعد كده فكر ازاي يقدر يسيطر على سماح وعلى بسمله، وسماح ما تقدرش تقول له لا. صور سماح فيديو وهي بتاخد ايس، وصور سماح فيديو وهي في علاقة معاه. عصام ابتدى يتحرش تاني ببسملة، فسماح عرف، قالت له لا احنا نتطلق. وفعلا اتطلقوا بعد 3 سنين جواز، وخدت بسملة واختها ورجعوا البلد عنده. ما كملتش سماح شهور العدة، عصام اتصل عليها وبعت لها فيديو، قال لها ده فيديو وانت بتاخدي ايس، وده فيديو وانت في علاقة، الفيديوهات دي هنشرها عندكم في البلد. فسماح خافت، فكلمت بناتها بسملة واختها، قالت لهم عصام عايز يرجع وان هو اتحسن وهيحافظ عليكم ونرجع تاني نعيش في بولاق. بسملة بتقول لها خلاص يا ماما اللي انت شايفاه. وفعلا بيرجعوا ابو قتادة يعيشوا في بولاق. عصام بيبدأ يساوم سماح، لو بسملة دي ما جاتليش
هنشر الفيديوهات بتاعتك وهبعتها البلد. فسماح الأم المجرمة المدمنة مش عادت شايفة حاجة في الدنيا غير إدمانها وعصام. قالت لبسملة، قالت لها ده هو عايزك ومش فيها حاجة يعني. فالبنت مسكينة غلبانة مكسورة الجناح قالت لها خلاص اللي انت شايفاه يا ماما. وفعلا ابتدى يجمع العلاقة بين الأم والبنت. العلاقة استمرت 6 شهور. 6 شهور وبسملة المسكينة بتنتهك آدميتها وبتنتهك طفولتها، ومفيش أم تحميها ولا في أب ولا في أي حاجة. وبيجي وقت بعد كده إن هو عصام عايز يعتدي على الأخت التانية أخت بسملة، وعايز يجمع بين بسملة وأختها. فالبنات بيعملوا مشاكل مع الأم، فالأم بتقول لهم خلاص هنسيب القاهرة ونمشي خالص. بس قبل ما تمشي الأم كانت حكت لصاحبتها سعاد جارته، قالت لها بتقول لها ده أنا ماشية ماشية ليه؟ فابتدت تنفجر وتحكي لها. قالت لها ده عصام بيحصل منه، وابتدت تحكي الحكاية إن اعتدى على بسملة وبيجمع بين الأم وبنتها في سرير واحد، وعايز يجمع بنتهم التالتة معاهم، يعني كده هو بيغتصب حريم البيت كله. الجارة سعاد الله يكرمها عملت حاجة حلوة، اتصلت بنجدة الطفل وابتدت تحكي لهم. جت نجدة الطفل بلغت المباحث قبضت على سماح وعصام، وابتدت التحقيقات وطلع كل الكلام صحيح. والطب الشرعي أكد أن بسملة تعرضت لهتك العرض والاغتصاب، وإن الجرح اللي عندها جرح قديم لبتاع 6 شهور. اللي حصل إن صدر حكم بالإعدام في 25 ديسمبر 2025 على سماح الأم المجرمة وعلى عصام. يعني دي نهاية التمرد، يعني تحس إن هي أنت مش عارفة تعيشي في القاهرة، خدي بناتك وارجعي حافظي عليهم، ده القطة بتحافظ على عيالها. لكن هي كانت سهلة. علمها الإدمان، ما هو سوابق، علمها استدرجها، علمها الإدمان، بدل أدمنت أصبح هو مسيطر عليها. بس الغريب هنا هو بهددك بفيديوهات، مش بتروحي للمباحث ليه؟ أي حد بهدد حد بفيديوهات يتجه للمباحث هتجيب له حقه. يا بنات ما تخافوش، يا ستات ما تخافوش، المباحث قادرة تحميكي. السلام عليكم.